السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. الشتا جه بقى يا جماعة، والراعي الرسمي للشتا المحشي والعدس. فالمحشي بقى بيبقى له معزة خاصة، خاصة محشي الكرنب كتير قوي في الشتا، ومحشي اللفت يا جماعة. انا عاوزاكم تجربوا محشي اللفت وجماله. يا دوبك بسم الله ما شاء الله، حاجة جميلة جدا. محشي اللفت ده حلو قوي لو عملتيه في حلة لوحده، او عملتيه مع محشي الكرنب. يا دوبك تزودي له بس نفس الخلطة كلها، بس تزودي له حبة سمن شوية. هتبص تلاقي حاجة في منتهى الجمال، وبتحشيه على الناحية الخشنة زيه زي محشي ورق العنب. بسم الله ما شاء الله يا جماعة، بيبقى تحفة كده. طبعا التسبيكة عادية جدا. بجيب بصلاية حلوة كده واقطعها واحط عليها حبة سمن، واحط عليها حبة كزبرة على بقدونس خضر، واقلبهم تقليبة، واجي منزلة عليها الطماطم مضروبة في الخلاط. دي بقت عندي، واسيبها تتسبك شوية. دي بقت عندي احلى تسبيكة للمحشي. بسم الله ما شاء الله. هتعملي بقى مع المحشي لوحده مع حبة بطاطس كده، تعمليه مع فراخ، تعمليه مع اي حاجة. انا عملته مع فراخ ومع حبة ملوخية. بسم الله ما شاء الله، ملوخية خضراء الله عليها وعلى جمالها. وعملت بقى البتنجان المقلي ده في الفرن يا جماعة، في فرن البوتاجاز. بقطعه واحط عليه حبة مية، 4 معالق بس مية وحبة زيت، وتحطيه في فرن البوتاجاز وتغطي عليه. وما بيقعدش دقيقة يا جماعة. وتحطيه، هتبصي تلاقي سمعت الطشة بتاعته كده. تيجي مطلعاه ومقلباه ومدخلاه تاني، ما بيقعدش ثواني، خلي بالك منه يعني. بسم الله ما شاء الله، بيبقى طعمه. وتطلعيه ممكن تحشيه قبل ما تدخليه الفرن، وبعدين طلعيه تعصري عليه الليمون. الوصفة كاملة على القناة، والسلام عليكم ورحمة الله.